المباراة أمام الخيول البوركينابية. اليوم الاستثناء، لن يكون هناك عزف للنشيد الوطني، لن يكون هناك رفع لأعلام البلدين في هذه المباراة. أكيد التضامن مع ضحايا الزلزال واضح يتجلى في كل الصور والمشاهد التي سنتابعها اليوم من مدينة لانس الفرنسية. رفاق أشرف حكيمي أيضا حضور التشكيل الرسمي للفريق الوطني في هذه المباراة أمام بوركينا فاسو. الاعتماد على العناصر الرسمية، نرى لأول مرة مين عدلي في هذه المباراة يلعب كرسمي في مباراة اليوم. لاعب خط هجوم نادي باير ليفركوزن الألماني الذي يعتمد عليه وليد في هذه المباراة. وهنا ياسين بونو في صورة جماعية بين لاعبي المنتخبين، كل تضامن مع ضحايا زلزال الحوز. مرة أخرى نترحم جميعا على من فقدناهم، على من غادرنا إلى دار البقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي شهدها المغرب، زلزال الحوز. ما يقارب 7 درجات على سلم ريختر. يصعب في هذه الظروف التعليق والوصف وتقديم معطيات تتعلق بكرة القدم، لكن اليوم الكل لاعبين، مؤطرين، مسيرين، جماهير، الكل سيبعث رسائل خدمة للإنسانية من خلال هذه المباراة أمام منتخب بوركينا فاسو، الفريق الوطني الذي يلعب هذه المباراة. بعدما وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على ضحايا الزلزال لقراءة سورة الفاتحة، ترحما على ضحايا من فقدناهم. أسود الأطلس في صورة هنا في ملعب بولاغ في مدينة لانس الفرنسية في هذه المباراة الودية أمام منتخب بوركينا فاسو، الفريق الوطني الذي يلعب مباراة اليوم بتشكيل يضم ياسين بونو كحارس مرمى، كواحد من الأسود المعول عليها لقيادة الفريق الوطني لتحقيق كل المتمنيات. الجماهير المغربية الأخرى لا تفوت هذا الموعد من أجل تقديم الدعم، كل الدعم. ما تابعناه قبل انطلاق هذه المباراة في كل ركن من أركان ملعب بولاغ شيء يبعث على الفخر، يبعث على الافتخار بأننا ننتسب لهذا الوطن، بأننا ننتسب لهذه الأمة. أيها السادة والسيدات، لنقف جميعا لقراءة سورة الفاتحة ترحما على ضحايا زلزال الحوز. لا يسعنا إلى قول إنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والمتضررين جراء هذا الزلزال، زلزال الحوز. مشهد والصورة معبرة، تعبر عن نفسها هنا في استاد بولاغ في مدينة لانس هنا في شمال فرنسا. لحظات أيها السيدات والسادة، ستنطلق المباراة الودية بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو. أسود الأطلس يلعبون هذه المباراة بتشكيل في أغلبيته تبعناه في نهاية كأس العالم الأخيرة في دولة قطر. الفريق الوطني الذي وصل للدور النصف النهائي لهذا الحدث العالمي بمردود رائع جدا
بإزاحته لنخبة من أبرز المنتخبات العالمية، لكن صفحة وطويت. كأس العالم محطة أصبحت من الماضي. نستحضر ما سيتحقق في الأشهر القليلة المقبلة ونهاية كأس أفريقيا للأمم في الكوت ديفوار. ياسين بونو يلعب هذه المباراة مع أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نايا فقرد، العميد غانم سيس، نصير المزراوي، عز الدين أناحي، عبد الصمد الزلزولي، أمين العدلي، يوسف نصيري وسليم ملاح. والتشكيل الرسمي لوصول الأطلس في هذه المباراة، فيما بوركينا فاسو الاعتماد على كوفي كواكو، إيسوفو دايو، تابسوبا إدموند، ناغالو أدامو، جيبري عبد الرزاق، جيرا أداما، سالو درامان، توري إبراهيم، تابسوبا عبدول، بايا السيرين وواترا جبريل شيخ. تنطلق هذه المباراة من أقدم لاعبي الفريق الوطني. كرة من نايا فقرد ليوسف نصيري من الطرف الايسر، التدخل من دفاع بوركينا فاسو. يوسف نصيري يتوغل من الطرف الايسر والتدخل، امكانيه للتسديد، كانت اول امكانيه في هذه المباراه من جانب سليم ملاح. الدعم المعتاد للاعب نادي فالنسيا في البطوله الاسبانيه، لاعب لريال فيادوليد، لكن نزول الريال الى دوري الدرجه الثانيه دفعوا للبحث عن نادي اخر يلعب اليوم لخفافيش فالنسيا. كره في خط دفاع للعميد رومان سيس، الرومان عبد الصمد الزلزولي الجناح الايسر. وعود اليوم غياب سفيان بوفال عن هذه المباراه، سفيان الذي ينتظر منه وليد ان يتعافى تدريجيا للعوده في تشكيل الفريق الوطني. عز الدين أناحي، استلم الكره من اشرف حكيمي، تتحول من الطرف الايمن لاسود الاطلس نحو نايا فقرد الذي يلعب في محور خط الدفاع، الثنائيه المعتاده مع رومان سيس. يحيى عطية الله ضير الايسر، لعب الوداد لرومان سيس، تصل الكرة من جديد لنايا فقرد من الطرف الأيمن، إمكانية للفريق الوطني الاحتفاظ بالكرة من الجهة اليمنى للوصول مرمى الحارس كواكو كوفي. 1-2 من الجهة اليمنى نحو عز الدين أناحي، ينتظر الدعم القادم من أمين عدلي، ينتظر منه شيء الكثير. أمين عدلي في منطقة الجزاء، والتدخل من العميد يوسف دايو، لاعب النهضة البركاني، واحد من أقوى وأبرز مدافعي البطولة الوطنية. يوسف دايو الفتى المحبوب لدى كل الجماهير البركانية، نعلم جيدا قيمة هذا الرجل في نهضة بركان ومن يقود دفاع منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة. يغيب ثنائي خط الهجوم مهاجم نادي بورنموث تانغو واترا والكبير برتران تراوري لاعب استون فيلا الانجليزي عن هذه المباراة بسبب الإصابة. ينضاف لهم غياب إيسا كابوري، أبرز غيابات منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة. تتحول الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو عبر سالو درامان، تتحول من الطرف اليسار لناغالو أدامو، ناغالو يلعب في محور خط الدفاع، تعود من جديد لمنتخب بوركينا فاسو، سيلعب باقتصاد كبير في هذه المباراة. يعلم جيدا أنه يواجه رابع العالم، يعرف جيدا أن المغامرة قد تكون غير محمودة العواقب في هذه المباراة الودية. ومنتخب أسود الأطلس تتحول من جديد نحو ناغالو أدامو لمنتخب بوركينا فاسو. إيسوفو دايو، ضغط من طرف لاعبي الفريق الوطني في هذه المباراة، الضغط على حامل الكرة، محاولة تضييق الخناق على المنتخب البوركينابي. 4-3-3 نصير المزراوي على غير العادة يعتمد عليه وليد رقراقي كلاعب ارتكاز في هذه المباراة. نعلم جيدا نصير يلعب كظهير أيمن في نادي بايرن ميونخ في البطولة الألمانية، لكن اليوم يلعب كلاعب ارتكاز، أمر عادي في غياب سفيان أمرابات الذي لم يتعافى بعد من الإصابة ومن آثار الإصابة التي تعرض لها. نعود للمباراة، كرة لمنتخب بوركينا فاسو، توري إبراهيم، تصل الكرة لسالو درامان، سالو من الطرف اليسار للخيول البوركينابية، والكرة في التماس للفريق الوطني. أشرف حكيمي يلعب كظهير أيمن مكانه العادي، فيما يحيى عطية الله يتم الاعتماد عليه كظهير أيسر. وسير في بدايته في نادي أياكس أمستردام كان يلعب كلاعب ارتكاز، واليوم بعد سنوات أمضاها كظهير أيمن سواء في الأياكس أو في نادي بايرن ميونخ في البطولة الألمانية، اليوم يتم الاعتماد عليه كلاعب ارتكاز في هذه المباراة. رومان سيس تعود لنايا فقرد لأسود الأطلس، استلام الكرة نصير المزراوي، يتقدم ثلاثي خط الوسط، يتقدم كل من عز الدين أناحي وسليم أملاح في هذه المباراة. عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس، تصل الكرة لنايا فقرد مدافع نادي وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز. نايا فقرد من جديد سليم أملاح، توزيع المهام عبر القائد عبر العميد رومان سيس. نعلم جيدا القدرات القيادية لمدافع الفريق الوطني رومان سيس. استلام الكرة والتدخل من الدفاع البوركينابي، كرة في تماس للفريق الوطني. عز الدين أناحي تعافى وعاد بقوة في البطولة الفرنسية رفقة نادي أولمبيك مارسيليا. لونغوريا يعتمد عليه ويحاول تأطيره من الناحية الذهنية
لتقديم أفضل ما عنده في البطولة الفرنسية. تعود الكرة من جديد للعميد رومانسيس. عطية الله عنده طلب للكرة من عبد الصمد الزلزولي، فضل وانه يلعبها في محور خط الدفاع نحو نايف أجارد. انطلاقة من أمين عدلي، نايف يتحول بالكرة من الطرف الأيمن لأشرف حكيمي. أمين عدلي هذا مهاجم نادي باير ليفركوزن في البطولة الألمانية، واحد من اللاعبين الممتازين جدا. ابن تاوريرت اليوم يختار اللعب للفريق الوطني طواعية، واحد من اللاعبين الممتازين جدا في الفريق الوطني أمين العدلي، أفضل لاعبي نادي تولوز عام 2021 في لا ليغ 2 قبل التحاقه بنادي باير ليفركوزن. شارك في كأس أوروبا لأقل من 21 سنة مع المنتخب الفرنسي، وبعدها قرر أن يغير الوجهة تماما لكي يتجاوب مع نداء القلب. كرة للمنتخب البوركينابي كانت صعبة وكانت مغامرة من طرف كوفي كواكو. تعود من جديد لبوركينا فاسو عبر ناغالو دامو. ناغالو استلم الكرة من سليم ملاح. تعود من جديد للفريق الوطني عز الدين ناحي، يغير الوجهة للطرف اليسار. عبد الصمد الزلزولي بالمهارة يحاول المرور من الطرف اليسار. عبد الصمد يلعبها لسليم ملاح، محاولة التوغل والتدخل من المنتخب البوركينابي. عبد الصمد الزلزولي، رومانسيس منتهى الهدوء، منتهى الهدوء، واثق في نفسه في قدراته. رومانسيس نعلم جيدا أنه من الصعب في الوقت الحالي وأنك تجد قائد عميد تتوفر فيه هذه الخصال الفنية والتكتيكية والبدنية والروح القيادية التي يوليها وليد اهتمام خاص. رومانسيس سيظل قائدا للفريق الوطني، لاعب نادي الشباب في البطولة السعودية، كان انتقل للدوري القطري لكن مشاكل على مستوى تأهيله في البطولة القطرية دفعته للانتقال معارا لنادي الشباب في الدوري السعودي الممتاز دوري روشان. كرة في التماس الفريق الوطني. هذا أوبر فيلود المدرب الفرنسي الذي يقود المنتخب البوركينابي، كانت له تجارب في البطولة المغربية، يعرف جيدا البطولة المغربية والفريق الوطني. تعود الكرة من جديد لعبد الصمد الزلزولي، هناك طلب للكرة من رومانسيس، تتحول من جديد نحو نايف أجارد. نايف للفريق الوطني من الطرف الأيمن أمين العدلي، محاولة التوغل والحكم يوقف اللاعب ويعلن عن ضربة خطأ لمصلحة الفريق الوطني لأمين العدلي لاعب نادي بايرن ليفركوزن. ضربة خطأ للفريق الوطني. صعود مجموعة من اللاعبين طوال القامة يتقدمهم رومان ويوسف أنصيري ونايف أجارد مع مازين ناحي. حضور قوي للاعبي الفريق الوطني في منطقة جزاء المنتخب البوركينابي للوصول لمرمى الحارس كواكو كوفي، كان متألقا أمام إسواتيني المباراة التي أقيمت في مراكش. كرة لأسود الأطلس منطقة الجزاء، كرة بالراس من نايف أجارد. نايف الارتقاء بالراس لنايف أجارد، كان بإمكانه أنه يضعها في مرمى المنتخب البوركينابي. نايف أجارد لاعب نادي ويست هام في البطولة الإنجليزية، 21 مباراة لعبها في البطولة الإنجليزية. نايف أجارد سجل 3 أهداف منذ التحاقه بنادي ويست هام، 3 أهداف كلها بالراس. قوة حاضرة في خط هجوم الفريق الوطني في الكرات الثابتة. تعود الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو من الطرف اليسار، إمكانية للمنتخب البوركينابي تمرير كرة عرضية لكن بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو. كان الاختراق من سالو درامان، تمرير الكرة للطرف الأيسر تاب صوبا عبد الفيصل، ومن مرر الكرة الأخيرة تاب صوبا عبد الفيصل لاعب نادي ستاندر دو ليج، يلعب غير بعيد عن مدينة لانس، ما يقارب 35 كيلومتر عن هذه المدينة، ونادي عفوا الذي يلعب في البطولة الفرنسية ويلعب في ليج في بلجيكا التي لا تبعد كثيرا عن مدينة لانس هنا في فرنسا. كرة تعود من جديد للفريق الوطني من نصير المزراوي، استلم الكرة من الطرف الايسر عبد الصمد الزلزولي، اللحاق بالكرة من عبد الصمد من الطرف الايسر بالمهارة، مر عبد الصمد الزلزولي من الطرف الايمن، والتدخل من جانب مدافعي منتخب بوركينا فاسو، يبحث عن الدعم ويبحث عن اللاعب المتحرر من الرقابة. شوف الدفاع القوي من جانب لاعبي منتخب بوركينا فاسو، هذه قوتهم في النزالات الثنائية لربح النزالات الثنائية، لكن في النهاية يحيى عطية الله هو من يربح هذه الكرة. ضربة زاوية للفريق الوطني. الفريق الوطني محاولة التفاعل مع الكرات الثابتة، توفر على عدد من اللاعبين الممتازين جدا في الكرات الثابتة، قلت لكم أبرزهم نايف أجارد
رومان سيس لاعبي خط دفاع، إمكانيات محترمة جدا في الكرات الثابتة. حضور أمين عدلي والبقية، تلعب كرة لعز الدين وناحي، عز الدين يمر عز الدين وناحي ينتظر الدعم، لعبها أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف في منطقة الجزاء، استلام الكرة، محاولة للفريق الوطني عبر يوسف نصيري، تعود من جديد لعز الدين وناحي. عز الدين وناحي حمولة مهارية لا تناقش، وإمكانيات وقدرات فنية تجعل من ودينامو خط وسط الفريق الوطني عادي جدا لما يتوفر عليه من إمكانيات فنية محترمة جدا. خريج أكاديمية محمد السادس الذي يبهر وأبهر في كأس العالم، وسيكون له شأن كبير في البطولة الفرنسية مع نادي أولمبيك مارسيل. تعود الكرة من عز الدين وناحي، استلام الكرة ليحيى عطيلة، تعود من جديد للفريق الوطني وناحي، طلب الكرة من نصير، يحاول أن يغير الوجهة نحو أمين عدلي من الطرف الأيمن. أمين عدلي في محاولة لربح الثقة في هذه المباراة، لديه ثقة خاصة من طرف مدرب تشافي ألونسو مدرب نادي باير فيركوزن. البايرن يتصدر البوندسليغا الألمانية، 3 مباريات 3 انتصارات له في الدوري الألماني، يتصدر البطولة أمام باير ميونخ وبروسيا دورتموند. كرة تعود من جديد للفريق الوطني الأكثر احتكارا للكرة في ال10 دقائق الأولى من هذه المباراة. تغيير الوجهة ليحيى عطيلة من الطرف الأيسر، يحيى الضير الأيسر، استلام الكرة من عز الدين وناحي، تصل للعميد رومان سيس، تداول الكرة بين لاعبي خط دفاع نايا فاغارد. منتهى الهدوء هي القاعدة التي يرتكز عليها وليد لبناء هجمة الفريق الوطني بعيدا عن التسرع. أمين العدلي، أمين والتدخل من دفاع عبر ناغالو أدامو، ناغالو تعود لنصير المزراوي، استلام الكرة من أشرف حكيمي، أشرف حكيمي لسليم ملاح، تعود من جديد للمدافع الأوسط نايف فاغارد، نايف نحو يحيى عطيلة لكن أطول منه. تعود الكرة في تماس للمنتخب البوركينابي. مباراة اليوم يغيب عنها سفيان أمرابات، سفيان الذي انتظر طويلا لكنه نال مراده اليوم، أصبح أول لاعب مغربي يلعب في مسرح الأحلام في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر يونايتد، مع مدربه السابق في نادي أوترخت في البطولة الهولندية تينهاخ إريك معار من نادي فيورنتينا. نتمنى له كل التوفيق لأنه لاعب لديه تأثير واضح على خط وسط الفريق الوطني. سفيان أمرابط كما أكد ذلك وليد الركراكي الذي يعتمد عليه كثيرا بعيدا عن الإصابة، وحكيم زياش المنتقل والآخر لنادي جالاتا سراي في البطولة التركية. فضل وليد وأنه يمنح هامش لكي يفرض ذاته ويفرض إمكانياته في البطولة التركية مع نادي جالاتا سراي. نعود للمباراة من جديد للفريق الوطني. رومان سيس، استلام الكرة في محور خط الدفاع نحو نايف فاغارد. الجمهور المغربي يدعم العناصر الوطنية لكي تفرض وجودها هجوميا ولكي تصل لمرمى منتخب بوركينا فاسو. كرة ضائعة تتحول لمنتخب بوركينا فاسو عبر الهجمة المضادة السريعة، ونايف فاغارد عنصر الثقة، لاعب بكاريزما من نوع خاص في دفاع الفريق الوطني، يوقف الهجمة البوركينابية. تعود الكرة من جديد نحو رومان سيس، تغيير الوجهة عبد الصمد الزلزولي من الطرف الأيسر، المساحات التي يهواها عبد الصمد الزلزولي من الطرف الأيسر، وعودة موفقة للاعب خط وسط منتخب بوركينا فاسو تابسوبا. تعود من جديد رومان سيس، رومان منتهى الهدوء، تتحول الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو. باي على سريل للفريق الوطني، عز الدين وناحي أمين العادلي، كرة من الطرف الأيمن لأشرف حكيمي، أشرف حكيمي طلب الكرة من أمين، فضل وأنه يتريث لمحاولة استدراج لاعبي منتخب بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو دفاع متأخر، محاولة تضييق المساحات على لاعبي الفريق الوطني، يحاول أن يحرمهم من الكرة مع انطلاق هذه المباراة. فريق يهاجم وفريق يؤمن بأن اللغة التي قد يتكلم بها في هذه المباراة هي لغة الدفاع. منتخب بوركينا فاسو، ضربة خطأ للفريق الوطني، كرة ثابتة أخرى، حاول من خلال الوصول لمرمى الحارس كوفي كواكو حارس نادي شارلروا في الدوري البلجيكي. عز الدين وناحي يلعب كرة من الطرف الأيسر، كرة بالراس من عبد الصمد، والتدخل من دفاع المنتخب البوركينابي. ناغالو أدامو لاعب نادي اف سي نورسلاند
في الدوري الدنماركي لكرة القدم. عدد كبير من لاعبي منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة يلعبون لعدد من النوادي الأوروبية في الدنمارك وفي أرمينيا، ومنهم من يلعب في فرنسا ومنهم من يلعب لنادي اف سي بيراميدز كتوري إبراهيم لاعب خط الهجوم، بالإضافة للاعبين في البطولة المغربية يلعبان معا في الدوري الاحترافي لكرة القدم. تعود الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو. إيسوفو دايو المتوج بلقب كأس الكونفدرالية مرتين مع نادي النهضة البركانية، الأمر الذي يدفع أوبر فيلود للاعتماد عليه كقائد كمدافع أوسط لمنتخب بوركينا. كرة من الطرف الأيمن إيسوفو دايو، استلام الكرة وتوزيعها وتدخل رومانسيس. تعود من جديد لمنتخب بوركينا فاسو، لكن سليم ملاح هذه عادته سليم، هذه قدرات وهذه إمكانيات سليم ملاح. سليم مؤثر في خط وسط الفريق الوطني. سليم ملاح منذ أن كان يلعب لنادي ستاندرد دو لييج كان تواجده في الفريق الوطني تواجد مستحق، وثقة من وليد كانت كبيرة في سليم ملاح سواء في كأس العالم أو في التصفيات من طرف فايدا ليودزيتش. سليم ملاح اليوم مع نادي فالنسيا سيكون أكثر تأثيرا في الدوري الإسباني وفي الفريق الوطني. كرة من عز الدين وناحي مر والتدخل من دفاع منتخب بوركينا فاسو. تعود الكرة من جديد للفريق الوطني. عبد الصمد الزلزولي لم يجد مفاتيح اللعب من الطرف الأيسر، يتوفر على حمولة مهارية بالخصوص في النزالات الثنائية. لو توفرت لديه المساحات ممكن وأنه يصنع عديد الكرات في هذه المباراة. من الطرف الأيمن لدفاع منتخب بوركينا فاسو، ظهيري خط الدفاع لا يصعدان كثيرا في هذه المباراة، ما مخلينش المساحات تماما للاعبي الفريق الوطني الأشرف حكيمي وزلزولي ويحيى عطية الله. كرة والضغط من يوسف نصيري. تعود الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو عبر جيرا داما. جيرا محاولة استخلاص الكرة. تعود الفريق الوطني أشرف حكيمي من جديد لمنتخب أسود الأطلس نحو نايفاغارد. عز الدين أناحي، استلام الكرة من الطرف الأيمن لأمين العدلي. عز الدين يغير الوجه تماما للطرف الأيسر نحو نايف. رومانسيس رومان والتدخل من المدافع نقل وادامو. تعود من جديد سليم ملاح. سليم لعبد الصمد الزلزولي، كرة عرضية في منطقة الجزاء والتدخل من إيسوفو دايو لإبعاد الخطورة. ضربة زاوية للفريق الوطني. نظرات أوبر فيلود تخفي الكثير من التخوف في هذه المباراة. يعرف جيدا القدرة الهجومية للاعبي الفريق الوطني وممكن أن يتمكنهم في أي لحظة للوصول لمرمى كوافي، وبالتالي يضع جدارين، تثبيت جدارين. لاعبي خط الدفاع، لاعبي خط الوسط والهجوم هم الآخرين عندهم أدوار دفاعية 100% مع الاعتماد على الهجمة المضادة. كرة ثابتة للفريق الوطني تلعب في منطقة الجزاء لمنتخب أسود الأطلس بالراس. تعود من جديد عز الدين وناحي لنصير. نصير يفتح المجال من الطرف الأيمن، إمكانية للتمرير العرضي في منطقة جزاء المنتخب البوركينابي، لكنها تتحول من جديد نحو بايلا سيريل. بايلا سيريل غير الوجه للطرف الأيسر لمنتخب بوركينا فاسو. التحول السريع للمنتخب البوركينابي، إمكانية للتوغل في منطقة الجزاء ونصير المتابعة. نصير أدوار متعددة في هذه المباراة لنصير المزراوي. ما ننساش أنه لاعب ارتكازي يتحول مرة للجهة اليمنى للتغطية وتقديم الدعم الدفاعي لأشرف حكيمي. هذه الخصال الفنية التي يبحث عنها وليد الركراكي. الكل يدافع والكل لديه رغبة في أن يؤدي أدوار هجومية. هذه اللحمة التي صنعت منا فريق وطني قادر على أنه يصنع معجزة كروية استثنائية في كأس العالم الأخيرة في قطر. نعود للمباراة من جديد. النتيجة كما أمام حضراتكم 19 دقيقة الأولى والتعادل 0-0. ووليد الذي لعب لسنوات في البطولة الفرنسية في أجاكسيو وفي عدد من النوادي الفرنسية يعود اليوم لفرنسا لملعب بولاغ لكن كقائد للفريق الوطني. نايفاغارد. كرة لمنتخب أسود الأطلس في مباراة الليلة. تتحول كرة من جديد من الجهة اليمنى للمنتخب الوطني هنا في ملعب بولاغ. نترقب الهدف الأول للمنتخب الوطني. نصير المزراوي في دوره الجديد يرتدي رداء لاعب الارتكاز، أدوار تليق به وبقدرته الفنية. كرة من أشرف حكيمي في منطقة الجزاء. زلزولي وتدخل المدافع نقل وادامو بعد الخطر. كرة من جديد لبوركينا
في تماس للفريق الوطني. يحيى عطية الله يلعب كرته بسرعة لسليم ملاح. سليم إعادة توزيع المهام والبحث عن اللاعب المتحرر من الرقابة. شوف 5 مدافعين يتقدموا 4 لاعبي خط الوسط ومهاجم وحيد في الخط الأمامي هو واترا جبريل شيخ لاعب المولودية المجدية. تعود الكرة من جديد للمنتخب البوركينابي. إمكانية لاستغلال قدرات هجومية للمهاجم تابسوبا، إمكانية للتوغل وتدخل نايف أجارد. معظم قراراته الدفاعية رزينة ثابتة تظهر قيمة هذا الرجل في دفاع الفريق الوطني نايف أجارد. نايف في نادي وست هام في البطولة الإنجليزية، المباريات اللي لعبها 5 منها انتهت بكلين شيت لحارس مرمى نادي وست هام. تحمل المسؤولية في هدف واحد قوي في النزالات الثنائية، ربح 84 نزال ثنائي منذ التحاقه بنادي وست هام. هذا الرقم وهذا الإحصائية توضح قيمة نايف في الدوري الإنجليزي باعتباره واحد من أبرز المدافعين في البريمير ليج. كرة في منطقة الجزاء نحو لويس فانسيري، كانت قراءة ممتازة جدا من الظهير الأيسر. يحيى عطية الله تصل للحارس كوفي كواكو إرفي حارس نادي شارلوروا. تعود الكرة من جديد للمنتخب البوركينابي. إيسوفو دايو نقالو أدامو للمدافع الأوسط. إيسوفو دايو يؤدي أدوار ممتازة رفقة نقالو أدامو في هذه المباراة. نقالو لمنتخب بوركينا لا يتسرع، يبحث عن انطلاقات مهاجميه في الدقيقة الأولى من هذه المباراة. إيسوفو دايو نوعية من المباريات ستخدم كثيرا الفريق الوطني في نهائيات كأس أفريقيا المقبلة في الكوت ديفوار، مواجهة منتخبات إفريقية من قيمة بوركينا فاسو. لعب عدد كبير من المباريات كان مقنع فيها، اليوم يستعد لنهائيات كأس أفريقيا. موجة الإصابات التي تلحق عدد من اللاعبين في الفريق الوطني، سفيان أمرابات ونفال ولاعبين آخرين. وفي منتخب بوركينا أيضا ليس من السهل أن يقبل إيبرفيلود غياب برتران تراوري وقيمة برتران مهاجم نادي أستون فيلا ودانغو واتارا ثنائي خط الهجوم الذي يغيب عن هذه المباراة وغاب عن المباراة السابقة أمام اسواتيني. تعود الكرة من جديد لجيرا أداما لاعب نادي غوينغ داو في الدوري الصيني، لاعب لاتيكاز والذي يتحمل مسؤوليته كاملة في خط وسط المنتخب البوركينابي. جيرا وترى رفقة إدمون تابسوبا عمل كبير في هذه المباراة. وصلوا درامان. تعود الكرة من جديد، التدخل من يحيى عطية الله صاحب التمريرة التاريخية التي أهلتنا لنصف نهائي كأس العالم أمام منتخب البرتغال والتي سجلها يوسف نصيري. فيها بس مرة نستحضر تواريخنا الخالدة في مجال كرة القدم نتحقق في المونديال باعتباره الإنجاز الأبرز في تاريخ كرة القدم المغربية. كرة لمنتخب بوركينا في منطقة الجزاء والتدخل من نايف. وصير استلام الكرة لسليم أملاح يمر منتهى الأناقة. سليم وصل الأمين العدلي. أمين العدلي يلعب كمهاجم ثاني في هذه المباراة، يتحول لنجارينا أمين العدلي. تختلف أدوار هذا الفتى. 28 مباراة رفقة نادي باير ليفركوزن لعبها كمهاجم ثاني، لعب كجناح أيسر في 22 مباراة، كان لعب كمهاجم صريح فيما يقارب 12 مباراة في البوندسليغا الألمانية، وكجناح أيمن لعب 15 مباراة وسجل هدفين. لما يلعب كجناح أيمن سجل هدفين في البطولة الألمانية، لكن أكثر عدد من الأهداف لما يلعب كمهاجم ثاني ولما يلعب كمهاجم صريح. يتوفر على قدرة على احتواء كل المفاهيم التكتيكية للمدربين اللي دربوا هذا أمين عدلي، سواء تشابي ألونزو سواء من دربه في البطولة الفرنسية. نعود للمباراة من جديد وكرة لمنتخب بوركينا فاسو نحو القائد إيسوفو دايو. استلام الكرة في محور خط الدفاع لإيسوفو دايو. منتخب بوركينا فاسو والضغط من لاعبي الفريق الوطني، ضغط في نصف ملعب منتخب بوركينا لإجبارهم على ارتكاب أخطاء في التمرير. هذه واحدة منها اللي شفناها، ومن الصعب أنك تتركهم يلعبون ويفرضوا عليك إيقاعهم في هذه النوعية من المباريات الودية. منتخب
بوركينا فاسو، هذا الذي يدفع وليد منذ انطلاق هذه المباراة لتوجيه اللاعبين للضغط في نصف ملعب منتخب بوركينا فاسو. كرة للظهير الايسر يحيى عطية الله. يحيى تتحول نحو رومانسيس لنايف فقرد في محور خط الدفاع. تغييب المساحات للتمرير في خط الوسط، وبالتالي يكونوا مجبرين على اللعب على الاطراف. هذا السيناريوهات سنراها كثيرا في كاس افريقيا. تراجع المنتخبات، سمعة الفريق الوطني في كاس العالم تسبقهم لما يواجه اي منتخب في القاره الافريقيه، وبالتالي وليد يبحث عن خيارات اخرى. كره من نصير المزراوي، يحاول انه يمر نصير. ممتاز نصير، الدعم ليك يا نصير في الكره الماضيه لكن غاب. تعود من جديد لمنتخب بوركينا، والنايف فقرد في كل مكان تجده في هذه المباراه مستعد، واثق في نفسه، واثق في قدراته. كره لعز الدين وناحي، عز الدين لعبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد تتحول من جديد نحو يحيى عطية الله. استلم الكره لعز الدين وناحي، ينتظر انطلاقات عبد الصمد وباقي لاعبي الفريق الوطني على اطراف. امين العدلي وعبد الصمد الزلزولي، هذو اللاعبين ممكن وانهم يحرروا الفريق الوطني من الناحيه الهجوميه. كره عز الدين وناحي، عز الدين يحاول انه يمر من الطرف الايمن. عز الدين وناحي، لكن وسط هذه الرقابه وهذه الكماشه الدفاعيه والتحول السريع لاشرف حكيمي. تابسوبا ادمون فيصل كاد ان يرتكب خطأ مكلفا امام عز الدين وناحي واشرف حكيمي، والحكم يامر باستمراريه اللاعب، يقول ما فيه ولا شيء. تعود الكره من جديد لمنتخب بوركينا فاسو. لو مشى الفريق الوطني يسجل هدف في الجوله الاولى من هذه المباراه سيتغير كل شيء امام منتخب بوركينا فاسو. نسير ونتحول نحو انقضاء نصف ساعه الاول من هذه المباراه بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو، والتعادل السلبي يفرض نفسه في هذه المباراه الوديه هنا في ملعب بولا في مدينه لونس الفرنسيه. ملعب يلعب فيه مصطفى الحداوي ومنير ديان وهرماش وبوعبيد بودن وعدد من اللاعبين. كره ليوسف نصيري، امكانيه ليوسف، التسديد ممتازه جدا للفريق الوطني عبر يوسف نصيري. خير تسديد كان موفق، وتدخل الحارس كوفي كواكو. لأول مرة استشعرنا خطر الفريق الوطني للناحية الهجومية. خطر في التغطية يستغل يوسف نصيري كما يجب، والدعم جاله من سليم ملاح. إمكانية لمنتخب بوركينا، والتدخل من نصير المزراوي ويحيى عطية الله للحارس ياسين بونو الذي لم يختبر بعد في هذه المباراة. ياسين حارس مرمى نادي الهلال في الدوري روشان، الدوري السعودي الذي يستقطب كبار اللاعبين في البطولة السعودية. اليوم نتابع بنزيما ورونالدو ونغولو كانتي وبروزوفيتش ونيمار وفيرمينيو. استثمارات هامة، استقطاب أبرز اللاعبين، دور كبير لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وهو واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تجارية تتجاوز ربما 600 مليار دولار. الدوري السعودي هذا الموسم واحد من أقوى الدوريات في العالم. تعود الكرة من جديد لرومانسيس. رومان نحو عبد الصمد الزلزولي، تعود من جديد لرومانسيس. استلم الكرة لنايف فقرد للفريق الوطني. نايف يبحث عن انطلاقات عز الدين وناحي الذي يتحول للطرف الأيمن لفك العزلة على أمين عدلي في هذه المباراة. أمين العدلي يعرفوا قيمته، يعرفوا قدراته. منتخب بوركينا فاسو وصلهم تابسوبا لاعب نادي باير ليفركوزن، رفيقه في البايرن في البطولة الألمانية، يلعب لمنتخب بوركينا فاسو، بالتالي قربهم من خطورة هذا الفتى في البطولة الألمانية. كرة من جديد من الطرف الأيمن للفريق الوطني. عز الدين وناحي، استلم الكرة من نايف فقرد، تعود من جديد لعز الدين وناحي. استلم الكرة من الطرف الأيمن أشرف حكيمي، تداول الكرة من طرف لاعبي الفريق الوطني. نايف فقرد لرومانسيس. الشيء الجميل أنه لاعبي الفريق الوطني ما يعتمدوش على اللعب المباشر برغم من غياب الحلول، التريث ومحاولة بناء اللعب ومحاولة توريد دفاع بوركينا فاسو في أخطاء في التغطية. تتحول كرة من جديد من المدافع الأوسط ناغالو أدامو. ناغالو يؤدي مباراة محترمة جدا في الدفاع منتخب بوركينا. كرة من رومانسيس. رومان، رقابة على عز الدين وناحي، سليم ملاح ونصير المزراوي. أوبر فيلود عارف الفريق الوطني وعارف التكتيك. وليد في مباراة اليوم، فيما وليد
يختزل ويخفي الكثير من الأسرار. كرة من أشرف حكيمي، أشرف حكيمي ينتظر الدعم جلو من أمين العدلي، أمين العدلي لسليم، سليم مملح، سليم لم يركز كثيرا في الكرة الماضية، يسدد بعيدا عن مرمى الحارس البوركينابي كوفي كواكو. تضيع فرصة وإمكانية للفريق الوطني للوصول لمرمى المنتخب البوركينابي. سليم مملح ممتاز في التسديد، سليم في وضع بدني أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل ما يقارب شهرين. اليوم يلعب في الدوري الإسباني، نعرف جيدا ما يوفر الدوري الإسباني من فضاء سواء من الناحية البدنية أو التكتيكية، وهامش تطور كبير قد يساعد سليم مملاح باعتباره واحد من أهم اللاعبين في الفريق الوطني مع سفيان أمرابات وعز الدين وناحي. وليد الركراكي يوجه اللاعبين دائما. عمر فيلود يتابع عن كتب ما يجري ويحاولوا أنه يطمن اللاعبين، يقول لهم لو لعبتوا بنفس الطريقة من الصعب على الفريق الوطني أنه يصل لمرماكم مرمى كوفي كواكو، لكن هدف سيغير كل شيء. انطلاقة عبد الصمد، الزنزولي بالكنترول ممتاز جدا من الطرف الايسر. 1-2 عبد الصمد التوغل في منطقة الجزاء والتدخل من آدامو يتدخل في الكرة الماضية لإيقاف المدى الهجومي للفريق الوطني. عز الدين وناحي ممتاز، عز الدين عنده سليم مملاح، سليم يبحث عن أشرف حكيمي من الطرف الأيمن، استلم الكرة من الدائرة الأيمن. أشرف حكيمي إمكانية للعب عرضي في منطقة الجزاء وتدخل دفاع البوركينابي. كان سوء تفاهم بين عبد الصمد الزنزولي وعز الدين وناحي في الكرة الماضية، مضيعة على الفريق الوطني إمكانية للوصول لمرمى المنتخب البوركينابي. تعود من جديد لتوري إبراهيم بيلاتي، كرة مغربية في خط الوسط. أمين العدلي، أمين تدخل سوفو دايو، سليم مملاح، سليم يحيى عطية الله من الطرف الأيسر، يحيى عطية الله، سليم مملاح استلام الكرة من رومان سيس، الرومان لعز الدين وناحي. 1-2 ممتاز جدا للفريق الوطني، إمكانية للتوغل والحكم وقف ويقول خطأ، كان خطأ واضح في الكرة الماضية لأمين العدلي. أمين العدلي كانت عرقلة له في الكرة الماضية. السيد جيريمي بينار الحكم الفرنسي الذي يقود هذه المباراة يساعده كل من أوريليان بروي وأليكسيس أوجي وطاقم تحكيم الفرنسي الذي يقود هذه المباراة الودية بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو. نظرات أمين العدلي تخفي الكثير. حيث الهدف 73 مباراة في البطولة الألمانية أو رفقة نادي باير ليفركوزن، 12 هدف، 8 منهم في البطولة في البوندسليغا و4 منهم في اليوروبا ليج ورفقة نادي باير ليفركوزن الألماني. أمين العدلي يترك مهام تسديد الكرات الثابتة لرجل الاختصاص، لرجل الذي تتوفر فيه كل الخصال وكل القدرات للتعامل مع هذه الكرة الثابتة. ضربة خطأ بعيدة بما يقارب 30 متر عن مرمى الحارس كوفي كواكو. أشرف حكيمي كرة تسدد وتدخل الحارس كوفي كواكو. أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان، يعتبر واحد من أهم نقاط القوة في نادي العاصمة الفرنسية، نادي الباريزي، نادي باريس سان جيرمان بعد رحيل نيمار وليونيل ميسي ورفقة كيليان مبابي. عندهم دور كبير في نادي باريس سان جيرمان من الناحية الهجومية، دعم متواصل للاعبي خط الهجوم. أشرف حكيمي، تعود الكرة من جديد لينا فاغارت للثنائية التي تبعت على الكثير من الثقة، نحس بالأمان مع هذا الثنائي في خط دفاع الفريق الوطني. سليم مملاح، تعود الكرة من جديد، استخلاصها من ناغالو آدامو، ناغالو عبد الصمد الزنزولي، الانطلاقه من عبد الصمد، عنده مساحه للتقدم من الطرف الايسر. 1-2 مطلوبه من يحيى عطية الله، لكن التدخل من إيسوفو دايو. هذا النزال شفناه كثير في البطوله الوطنيه في السوبر الافريقي بين الوداد والنهضه البركاني. نشوف اليوم بين يحيى عطية الله وإيسوفو دايو. استلام الكره من جديد نايف فاغارد، الفريق الوطني يلعب بشكل متقدم لإرباك حسابات المنتخب البوركينابي. كره نحو عز الدين وناحية عز الدين، طالب للكرة من أشرف حكيمي، عز الدين لأشرف، لعز الدين من الطرف الأيمن بالمار، يمر كرة في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع منتخب بوركينا فاسو. شوف الفريق الوطني لما يلعب بهدوء، لما يعتمد على كرات قصيرة يجد الحل في دفاع منتخب بوركينا، وهذا المطلوب من طرف العناصر الوطنية.
يحيى عطية الله، كرة في منطقة الجزاء لمنتخب أسود الأطلس والتدخل من دفاع بوركينا فاسو. جيبري عبد الرزاق والتماس لمنتخب بوركينا فاسو. ما يقارب 38,000 مناصر في ملعب بولاق، سند كبير للفريق الوطني في هذا الاختبار الدولي الودي في انتظار إعادة برمجة المباراة الرسمية أمام منتخب ليبيريا، في انتظار بلاغ رسمي من طرف الاتحاد الافريقي لاعاده برمجه هذه المباراه امام منتخب ليبيريا. كره تعود في محور خط الدفاع للمدافع الاوسط يوسف دايو. ناغالو ادامو، استلام الكره من جبري لمنتخب بوركينا فاسو. بوركينا يربح الرهان لما يقارب 35 دقيقه دفاعيا، يحاول انه يبتعد ويبعد الخطر عن مرمى الحارس كوفي. كره للامام وخروج الحارس ياسين بونو. تفاعل كبير مع بونو ومع قدرات ياسين بونو ضمن المرشحين للكره الذهبيه مع حراس من قيمه اندري اونانا وايميليانو مارتينيز وميسي وفيكتور اوسيمين وفينيسيوس. بونو مشرفنا وهز رؤوسنا عاليا سواء في اشبيليا او في البطوله السعوديه مع نادي الهلال. كره من عز الدين وناحي، استلام الكره من الطرف الايمن للفريق الوطني اشرف حكيمي. عز الدين 1-2 امين العدلي، يمين امين 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 يحضرها امين عز الدين، والهدف للفريق الوطني، الهدف الاول. وتفاعلا منا مع ضحايا من فقدناهم، نكتفي بالتفاعل بهدوء مع هذا الهدف الجميل للفريق الوطني. هدف امام ما يقارب 38,000 مناصر في ملعب بولاق. قلت لكم الادوار التي يقوم بها عز الدين وناحي في هذه المباراه ادوار مهمه جدا. لما يلعب كرات قصيره مع اشرف حكيمي ومع امين العدلي يكون المشهد كما تابعنا بشكل رائع، ومشهد تضامن وعناق بين لاعبي الفريق الوطني. هم ايضا لم يحتفلوا بهذا الهدف، فالاكتفاء بهذا المشهد الجميل في هذه المباراة التضامنية، المباراة الودية بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو. هدف يدرس، هدف ممتاز جدا للفريق الوطني بالاعتماد على الجهة اليمنى، الجهة التي تواجد بها الكل من عز الدين وناحي واشرف حكيمي وامين العدلي. ساهموا كلهم في الهدف الاول للفريق الوطني في هذه المباراة امام منتخب بوركينا فاسو. الانطلاقه من عز الدين وناحي، ومن انطلق بالكره عز الدين لحكيمي. عز الدين بالمهاره، الحموله الفنيه المهاريه من العدلي، قام بدور مهم جدا لعز الدين وناحي الذي اصر على تجاوز الدفاع البوركينابي وتعامل بشكل ممتاز مع الدفاع البوركينابي وتمكن من تسجيل هدف أنيق، هدف جميل، هدف يتناسب قيمة هذا الفريق الوطني الذي نفتخر به كثيرا. الأسيست، أول أسيست لأمين العدلي بعد انتقاله وبعدما قرر أنه يحمل قميص البلد الذي يعشقه، البلد الذي يكن له كل الود وكل الاحترام، ويفتخر بأنه يلعب اليوم لمنتخب أسود الأطلس. عز الدين أناحي ممتاز، هذا الفتى عودته تعيد الدفء للفريق الوطني وتجعلنا نتابع فريق وطني أدار الجولة الأولى بما يخدم مصالحه أمام منتخب متراجع للوراء والمنتخب البوركينابي في مباراة هذه الليلة. كرة تتحول من جديد للفريق الوطني. أمين 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 إمكانية الأمين الذي سدد أمين العدلي في الكرة الماضية. أمين العدلي أمر عادي جدا، يعني أي لاعب لما يلعب مباراته الأولى يحاول أنه يدون هدف. هذا الذي دفع أمين في الكرة الماضية لتفضيل تسديد الكرة عوض تمرير لأحد رفقائه في الخط الأمامي. تعود الكرة من جديد، عز الدين وناحي كرة تسدد، كانت إمكانية للوصول من جديد لمرمى المنتخب البوركينابي، مرمى كوفي كواكو الذي صمد كثيرا، صمد لما يقارب 36 دقيقة قبل أن ينهار أمام المنتخب الوطني وأمام كرة عز الدين وناحي. تعامل ممتاز مع الكرة الماضية من عز الدين. تعود كرة من جديد لكواكو كوفي، يلعبها من الطرف الأيسر لمنتخب بوركينا فاسو. نيفاغيرت، والكرة في تماس للمنتخب البوركينابي عند جيبري عبد الرزاق. جيبري تصل لوترة جبريل شيخ، حاولوا أنه يفك الرقابة
ويفك ربما العزلة اللي مضروب عليه في الخط الأمامي لمنتخب بوركينا فاسو. يلعب أمام تكتل دفاع الفريق الوطني الذي يسهم في هجمات يقودها عز الدين ونحو رفاقه في هذه الليلة. كرة من نايف فقارد، نايف بعيدا عن التسرع. هذا المقطع التكتيكي ملفت للانتباه في مباراة الليلة. الفريق الوطني يود أنه يعتمد على اللعب المباشر، يفضل وأنه يلعب بهدوء، يلعب على نقاط قوته الهجومية، يحاول أنه يضبط نفسه من الناحية الهجومية ويلعب على نقاط قوته المتمثلة في أشرف حكيمي وفي عز الدين وناحي من الطرف الأيمن، ويحيى عطية الله وزلزول من الجهة اليسرى. واحدة ممتازة جدا، الاستعراض الذي يخدم فكر المجموعة. كرة في التماس وكان تهور من طرف المدافع البوركينابي، كان تهور واضح في الكرة الماضية لتابسوبا عبد الفيصل. تابسوبا عبد الفيصل تهور في الكرة الماضية لاعب نادي ستاندرد دو ليج في البطولة البلجيكية، يعود سالما لإكمال هذه المباراة. أشرف حكيمي، هذه ضريبة التي يتعرض لها أغلب اللاعبين النهاردة في البطولات العالمية وفي المباريات الدولية، يعني المهارة تستفز المنافس، وبالتالي هذه أمور تدفع تابسوبا للتدخل بهذه الطريقة أمام لاعب الفريق الوطني أشرف حكيمي. وليد في حديث مع رشيد بن محمود وغريب أمزين والطاقم الفني والجمهور المغربي راضي كل الرضا على الفريق الوطني كما كان راضيا في كأس العالم دائما وراء فريقنا الوطني. كرة تلعب في منطقة الجزاء، سليم ملاح، كرة بالراس لكن بعيدا عن مرمى الحارس كوفي كواكو إيرفي. نتحول أيها السادة والسيدات تدريجيا نحو نهاية الفصل الأول من هذه المباراة الدولية الودية أمام منتخب بوركينا، والفريق الوطني متقدم بهدف ل0. هدف عز الدين وناحية اسيست لأمين عدلي لاعب نادي باير ليفركوزن. تعود الكرة من جديد، ممتاز أمين العدلي نحو يوسف نصيري. هناك مساحات في دفاع الفريق الوطني، واحدة من أصعب كرات. بايلا سيريل، بايلا سيريل يمر، كرة من الطرف الأيسر، كرة تسدد لحسن حد دفاع الفريق الوطني، لحسن حد دفاع الفريق الوطني. الكرة مشات بعيدة على مرمى ياسين بونو. هذا جرس إنذار لدفاع الفريق الوطني، خلوا مساحات سواء يحيى عطية الله، هذا الذي دفع رومان سيس التحول للطرف الايسر للتغطيه على يحيى عطية الله وخلى محور خط دفاعه وخلى المساحه لمهاجم منتخب بوركينا. كان بامكانه انه يصل لمرمى ياسين بونو. اخطاء دفاعيه انتبه لها وليد، يتفاعل مع اللاعبين بطريقه وبمشهد يوضح وانه يبحث عن تجاوز كل شيء ممكن وانه يكون مكلف في نهايه كاس افريقيا في الكوت ديفوار. اوبير فيلود، اطار الفرنسي، والكرة في تماس لمنتخب بوركينا فاسو. ضغط على حامل الكرة، تتحول من جديد لحارس المرمى كوفي كواكو، يوزع الكرة من الطرف الايسر للمنتخب البوركينابي. عبد الرزاق يلعبها للمدافع الاوسط ناغال ودامو. تتحول الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو، الاعتماد على الكرات الطويلة في ظهر مدافعي الفريق الوطني، لكن رومان سيس هذه المرة في المكان المناسب وكانت راي مرفوعة. اوبير فيلود مدرب منتخب بوركينا، درب حسنية أكادير والدفاع الحسني الشديد في البطولة الوطنية. هنا الإعادة للهدف الجميل، للهدف منتهى في الرقي وفي الأناقة وفي الدقة وفي الجودة الفنية لعز الدين وناحي الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول والوحيد لحدود الساعة في الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة للأمام وتدخل من دفاع منتخب بوركينا فاسو. تتحول من جديد للفريق البوركينابي الذي يحاول أنه يتحول تدريجيا لتأدية الأدوار الهجومية التي غابت عنه تماما في الجولة الأولى من هذه المباراة. كيف لا، من يتصدر خط الهجوم، من يتحمل مسؤوليته في خط الهجوم لديه نوايا دفاعية بتعليمات من اوبير فيلود. راي مرفوعة على تسلل لمنتخب بوركينا فاسو. اوبير فيلود يجر وراءه إيرت كبير كمدرب عنده خبرة كبيرة في الدوريات الأفريقية، بطل الجزائر عام 2014 مع
يو دالجي وبطل الجزائر كان مع نادي سطيف، فاز بالدوري الوطني في فرنسا مع نادي كليرمون فوت، وفاز بالسوبر كوبا الافريقي مع نادي تو بويسون مازيمبي، وفاز بكأس الكونفدرالية عام 2016 مع نادي مازيمبي أيضا. هذا هو هوبير فيلود الذي يتولى اليوم مهام قيادة منتخب بوركينا فاسو. كرة من رومانسيس، استلامة من عبد الصمد الزنزولي، كان خطأ واضح في الكرة الماضية للفريق الوطني. مع عودة عز الدين أناحي وسليم أملاح لخط وسط الفريق الوطني والأدوار المهمة اللي يقوم بها نصير في مباراة اليوم. فاجأني صراحة نصير المزراوي بجودة لا تناقش في دور لاعب الارتكاز، ممكن وأنه يطمن كثير وليد الركراكي كلاعب بديل لا قدر الله في حالة الإصابة لسفيان أمرباط، وفي حالة غيابه سنجد لاعب ثاني يتوفر على نفس الخصال في خط الوسط في دور لاعب الارتكاز، الدور المهم جدا، الأدوار الدفاعية في خط الوسط يجيدها نصير بشكل رائع في مباراة اليوم. دقيقتان كوقت بدل ضائع في هذه المباراة الودية بين المغرب وبوركينا في مدينة لونس الفرنسية. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، 1-2 من الجالي من عز الدين أناحي. عز الدين هو القائد، عز الدين ومن يتحمل كامل المسؤولية في صناعة اللعب في هذه المباراة، ممكن اعتباره وصانع الألعاب الذي يجيد كل الأدوار الهجومية كيف ما كان نوعها أمام منتخب بوركينا. أمين العادلي، أمين عادلي وعيد الكرة من جديد لنايف أجارد، نايف استلام رومان سيس، رومان طلب للكرة من عبد الصمد الزنزولي لداير اليسار، يحيى عطية الله، يحيى لنصير، نصير إعادة توزيع الأدوار عبر القائد رومان سيس للطرف الأيمن الذي يشكل نقطة قوة الفريق الوطني في مباراة الليلة أمام بوركينا. أمين العادلي، أمين العادلي تحول من جديد للمنتخب البوركينابي ورومان سيس. رومان سيس لاعب يحتفظ بكل قدراته البدنية والذهنية، تركيز كبير يخليه وانه يربح كل النزالات رفقة نايف أجارد امام منتخب بوركينا فاسو. يوستنينا في الجولة الأولى، خطأ في التغطية من الطرف الأيسر، الفريق الوطني كان محترم جدا من الناحية الدفاعية. رومان سيس، يحيى عطية الله، عبد الصمد الزنزولي، هناك الدعم من يحيى عطية الله وتدخل من إيسو فودايو، ضربة مرمى لمنتخب بوركينا للحارس كوفي كواكو. مباراة تتواصل يا سادة هنا في لونس، نتحول نحو نهاية الفصل الأول. الفريق الوطني وليد سيبحث عن تقديم قناعات أكبر في الجولة الثانية من هذه المباراة أمام منتخب بوركينا فاسو. الجولة الأولى فنيا كانت مقنعة، تنظيم جيد للفريق الوطني، دائما في انتظار الأفضل من طرف أسود الأطلس، من طرف الفريق الوطني الذي نعتز به وننتظر منه الكثير في الجولة الثانية أمام منتخب بوركينا. هذا سفيان رشيد يحييكم على أمل لقائكم مع انطلاق الجولة الثانية، تقبلوا مني أطيب التحية. الأول دقائق أيها السيدات والسادة، وتنطلق الجولة الثانية من هذه المباراة. تنطلق الجولة الثانية من هذه المباراة بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو. جولة ثانية ستكون أكيد جولة صعبة على المنتخبين معا، المنتخب البوركينابي والمنتخب الوطني. كرة في التماس للفريق الوطني، أشرف حكيمي نحو عز الدين أناحي، تعود من جديد للفريق الوطني لفقاد الاحتفاظ بنفس التشكيل. رومان سيس، تعود الكرة من جديد للفريق الوطني في خط الوسط، التدخل من دفاع منتخب بوركينا فاسو تعود من جديد من الطرف الأيمن للمنتخب البوركينابي. كوفي نحو إيسو فودايو والتدخل من دفاع الفريق الوطني، الحكم يأمر بمواصلة اللعب
كرة للأمام للمنتخب البوركينابي. تعود الكرة من جديد للفريق الوطني. رومان سيس نحو أشرف حكيمي لأمين العدلي. تتحول من جديد للعميد رومان سيس. الفريق الوطني يحتفظ بنفس اللاعبين ويحتفظ بنفس الوجوه. وليد ركراك بين شوطي هذه المباراة الخطاب كان واضح، توجه واضح والقناعات واضحة. الاحتفاظ بنفس المجموعة، هذه المجموعة التي نسبة كبيرة من سيتم الاعتماد عليها في نهائيات كأس أفريقيا المقبلة. تعود الكرة من جديد للمنتخب البوركينابي. كرة للأمام لمنتخب بوركينا فاسو والتغطية من دفاع الفريق الوطني. الحكم الفرنسي السيد جيريمي بيناغ يعلن عن ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البوركينابي. كرة للأمام للمنتخب البوركينابي في عمق دفاع الفريق الوطني، في دار مدافعي الفريق الوطني، لكن تدخل الحارس ياسين بونو. كرة في محور خط الدفاع. من الطرف الأيمن أشرف حكيمي. تعود من جديد للمدافع نايف أجارد. ضغط لاعبي منتخب بوركينا فاسو على الفريق الوطني. جولة ثانية منتخب بوركينا فاسو بأسلوب مغاير مختلف تماما على ما تابعناه في الجولة الأولى. تعود الكرة من جديد للحارس البوركينابي. كرة للأمام من جانبنا لمنتخب بوركينا فاسو. يحاول أنه يفرض شخصيته الهجومية في الجولة الثانية. إبر فيروت تعليمات واضحة، يدفع بأكبر تنتيبية من اللاعبين في الجولة الثانية. نصير المزراوي المراوغة وتحول الأمام. نصير يقوم بأدوار مهمة جدا من الناحية الهجومية نحو عبد الصمد الزلزولي. الزلزولي إمكانية لتوقف في منطقة الجزاء. إمكانية يمين العدلي وتدخل الحارس البوركينابي. تدخل على أمين العدلي في الكرة الماضية. شوف العمل الكبير من نصير المزراوي. نصير تقدم بالكرة للأمام. قلت لكم نصير في وقت من الأوقات كان يلعب كلاعب ارتكاز، بدايته مع نادي اياكس في الدوري الهولندي، ولما كان يلعب في الفريق الرديف لنادي اياكس امستردام. كرة من جديد للفريق الوطني. عمل كبير من أمين العدلي في هذه المباراة. كرة نحو عز الدين وناحي. عز الدين لرومان سيس. استلام الكرة من الطرف الأيسر. سليم أملاح. خطأ على نصير المزراوي. نصير يستفز لاعبي منتخب بوركينا فاسو في خط الوسط بما يتوفر عليه من إمكانيات في البناء الهجومي. تعود الكرة من جديد لنايف أجارد. نايف لرومان سيس المدافع الأوسط. رومان سيس. تحرك لاعبي الفريق الوطني ما يلعبوش ستاتيك في الجولة الثانية، يحاولوا أنه يعطوا حلول رفقائهم في الجولة الثانية من هذه المباراة. كرة من عز الدين وناحي. عز الدين نحو أمين العدلي. أمين العدلي يتحول بالكرة من الجهة اليمنى. أشرف حكيمي من الظهير الأيمن. أشرف ينتظر الدعم والسند اللي جاله من أمين العدلي. أمين نحو عز الدين وناحي من جديد للفريق الوطني. تتحول لنايف أجارد. نايف لعز الدين وناحي. الفريق الوطني يلعب بهدوء، يبحث عن حلول في الخط الامامي نحو يحيى عطيل، لكن التغطيه من دفاع المنتخب البوركينابي. تعود من جديد لعز الدين وناحي. هناك انطلاق الامين العدلي. كره ليوسف نصيري. يوسف الذي ينتظر الفرصه لكي يتقمص الادوار الهجوميه المعهوده عليه سواء في اشبيليا او في الفريق الوطني. عز الدين وناحي. عز الدين وناحي. عز الدين امكانيات عز الدين. كره للفريق الوطني. سليم يتوغل. سليم في منطقه جزاء المنتخب البوركينابي والتدخل من الدفاع. تابسوبا وتتوقف المباراة. مشهد من المشاهد الراقية في مباراة الليلة هنا في مدينة لونس. الجمهور المغربي
يتقاسم المدرجات بشكل رائع مع كل الجماهير العربية التي تتابع هذه المباراة من مختلف الدول العربية، حتى الأشقاء في ليبيا رغم الظروف التي ترافق ما تعرض له في إعصار دانيال المدمر، لكن حضور ليبي من خلال أبو خلال زكريا الذي ينتمي إلى ليبيا والذي فضل أن يتابع هذه المباراة رفقة أفراد من عائلته، شيء جميل جدا وشيء يبعث على الكثير من الفخر والسعادة بالجماهير العربية التي تفاعلت بشكل رائع مع وصول الأطلس كأس العالم. كرة من جديد من الطرف الأيسر لمنتخب بوركينا فاسو، تحول بالكرة من جهة اليسرى لكن التغطية من أشرف حكيمي من جديد لسليم ملاح، سليم عز الدين وناحي عز الدين استلام الكرة من نصير المزراوي، مشى بكورته من الطرف الأيسر للمنتخب الوطني، الدعم من يحيى عطية الله، هناك مساحة للتقدم من الطرف الأيسر، عبد الصمد كرة تصدد ممتازة جدا، إمكانية كان بالإمكان وأن يكون هدف لو ركز شوية أمين العدلي في الكرة الماضية لكان الوضع مختلف ولكان الفريق الوطني في وضع أفضل للتقدم في النتيجة بهدف ثاني مع انطلاق الجولة الثانية من هذه المباراة. 7 دقائق مضت من الجولة الثانية والفريق الوطني مازال يبحث عن حلول في دفاع منتخب بوركينا فاسو مع الاعتماد على عدد من اللاعبين لفرض وجودهم في هذه المباراة. كرة في محور خط الدفاع، جيرا نحو الناغالو أدامو ليوسف دايو، تتحول كرة من جديد، سليم ملاح يبعث على الاطمئنان في مباراة اليوم وخط الوسط، قوتي المنتخب في تكامل مدافعيه وقدرة مدافعيه على احتواء كل الإمكانيات الهجومية للمنافسين وقدرة خط الوسط على التحكم في الإيقاع، وهذا شيء مهم في الفريق الوطني في المباراة هذه الليلة من خلال ثلاثي نصير المزراوي وناحي ومعهم سليم ملاح ما شاء الله عليهم يقدموا مباراة محترمة جدا. تتحول كرة من جديد من الطرف الأيسر للمنتخب البوركينابي، إمكانية للمرور والتدخل من أشرف حكيمي وضربة مرمى لياسين. الفرصة الأخيرة للفريق الوطني يحيى عطية الله، أمين العدلي لو ركز قليلا في الكرة الماضية لكان الوضع مختلفا، ولو تابعنا الهدف الثاني للمنتخب الوطني أمين العدلي مع توالي المباريات سيربح ثقة كبيرة في النفس. هذا الفتى شخصيا تابعته كثيرا في البطولة الألمانية في بطولة هذا الموسم والسنة الماضية وفي مباريات اليوروبا ليج، عنده هامش تطور ملفت للانتباه. أمين العدلي صاحب الأسيست في الهدف الأول لأسدين وناحي. كرة لمنتخب بوركينا فاسو، جيبري عبد الرزاق تتحول من عز الدين في دور دفاعي، الكل يدافع الكل يهاجم الكل مساعد، تقديم كل ما عنده للفريق الوطني. يوسف ضيو عز الدين، عبد الصمد مرة أخرى يغيب التركيز في هذه المباراة، يغيب التركيز عن عبد الصمد الزلزولي، كان بالإمكان وأن يكون هدف ثاني للفريق الوطني، لم يستغل الخطأ المكلف للمدافع يوسف ضيو في الكرة الماضية. عبد الصمد الزلزولي الكرة كانت سهلة على عبد الصمد الزلزولي، وليد الركراكي يعلم جيدا أن تضييع مثل هذه الكرات في المباريات الرسمية أمر غير مستحق تماما لما تواجه المنتخبات الكبرى في القارة الأفريقية، لازم أنك تسجل من أنصاف الفرص. عبد الصمد الزلزولي لا ينقص شيئا هذا من قيمة هذا الفتى في الخط الأمامي للفريق الوطني. تعود الكرة من جديد نايف فقاد لرومان سيس غنم يلعب كورته من الطرف الايمن لاشرف حكيمي، طلب الكره من عز الدين وناحي عز الدين لنايف فقاد لنصير المزراوي. ربح الكبير في مباراة هذه الليلة نصير المزراوي، أمين العدلي الثنائي الذي يجعل من وليد في قمة السعادة ويتابع هذه المباراة. نعم متمنياتنا أن نكون أكثر تركيز أمام المرمى لتسجيل أي هدف من نصف فرصة أمام من سنواجههم في المباريات الودية سواء كانت رسمية. كرة من عز الدين وناحي عز الدين، صدى النشيدة الوطنية يتردد في مدرجات ملعب بولاح في مدينة لونس الفرنسية. كرة من رومان سيس، التغطية من دفاع المنتخب البوركينابي عبر تابسوبا.
يوسف دايو للحارس كوفي كواكو. كوفي يفقد التوازن. كوفي كواكو ليوسف دايو. إمكانية والحكم يقول واصل اللعب لا وجود خطأ تماما في الكرة الماضية. الحكم جيريمي بينيار يطالب بمواصلة اللعب، يقول ما كاين شيء يستدعي ايقاف اللعب في الكرة الماضية والاعلان عن ضربة جزاء للفريق الوطني. تداول الكرة بين لاعبي منتخب بوركينا والكرة في تماس. جيريمي بينيار متيقن أن الكرة الماضية ما كانتش تستحق الإعلان عن ضربة جزاء للفريق الوطني. نعود للمباراة. عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي بيتيس رغم ثقة كسافي هرنانديز مدرب نادي اف سي برشلونة قرر الرحيل لكي يبحث عن فضاء للعب بشكل أطول ولعب أكبر عدد من المباريات. يلعب اليوم إلى جانب شادي رياض ويوسف الجازولي خريج أكاديمية محمد السادس، وأيضا هارون مغوزة لاعب منتخب الوطني لقد 17 سنة. 4 لاعبين يلعبوا في البطولة الإسبانية رفقة نادي ريال بيتيس. تعود الكرة من جديد للفريق الوطني. كرة من نايف أجارد. نايف لأشرف حكيمي تتحول من جديد للمنتخب الوطني. كرة من نايف أجارد. نايف لعبد الصمد الزلزولي. الكنترول بشكل ممتاز جدا. ينتظر الدعم والسند يحيى عطية الله. يحيى ويوسف ضيو يتدخل لإبعاد الخطر عن مرمى المنتخب البوركينابي. تعود الكرة من جديد للفريق الوطني. نصير المزراوي يبحث عن انطلاقات. عبد الصمد الزلزولي والتغطية من تابسوبا. كرة للمنتخب البوركينابي. الحكم يوقف اللعب ويعلن عن الخطأ لمنتخب بوركينا فاسو. فرصة الأخيرة للفريق الوطني. عبد الصمد الزلزولي أقل تركيز ربما في الكرة الماضية، لو كان في قمة تركيزه، ونظن أنه لو لعب مباريات أكبر مع نادي ريال بيتيس في البطولة الإسبانية والذي التحق مؤخرا لم يلعب مباريات مع فريقه الإسباني الجديد سيكون في وضع أفضل سواء من النواحي البدنية والتكتيكية والفنية. عبد الصمد الزلزولي هذه الفرصة لا تنقص شيئا من قدرات هذا الفتى. وليد الركراكي يوجه اللاعبين لم يهدأ له بال منذ انطلاق هذه المباراة. يعلم أنه الودي له تأثير واضح على حضورنا في المباريات الرسمية. كرة من جديد للمنتخب البوركينابي. عمل كبير مع عز الدين أوناحي. شوف عز الدين أوناحي في الفريق الوطني وما يقوم به عز الدين. كرة لمنتخب بوركينا. إمكانية للتسديد. كرة تسدد لكن بعيدا من سالو درامان لمنتخب بوركينا فاسو المحترف في البطولة الأرمينية مع نادي اف سي اورالتو يلعب في أرمينيا. ومن سدد الكرة الماضية درامان لاعب الارتكاز هذا بايلا سيريل لاعب أجاكسيو الفرنسي. كرة لرومانسيس تصل إلى فاجرد. استلام الكرة من أشرف حكيمي. أدوار مهمة من الناحية الدفاعية وإسهامات هجومية في ظل تواجد أوناحي. هذه النسخة من أوناحي نسخة مميزة في الفريق الوطني. الفتى لا يكتفي فقط بأن يسجل أهداف أو أن يصنع أهداف، بل دفاعيا ممتاز جدا. يعود للتغطية في 3 أو 4 كرات منذ انطلاق هذه المباراة. والخطأ على عبد الصمد الزلزولي. تنافس في هذا المكان بين عبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال، من منهما سيربح ثقة وليد الركراكي في المباريات المقبلة. هذا شيء يبعث على الاطمئنان. أيضا تواجد لاعبين بروفايل ممثل في لاعبين يعطيو خيارات أكبر لوليد الركراكي في الفريق الوطني. كوفي كواكو ينظم دفاع المنتخب البوركينابي، يستشعر خطورة الفريق الوطني في الكرة الثابتة. صعود سايس وأجارد والبقية في منطقة المنتخب البوركينابي مقابل تراجع تابسوبا إدموند ونجالو آدامو ومدافعي منتخب بوركينا لإبعاد الخطر عن مرمى حارسهم كوفي كواكو. كرة ثابتة تنقل الخطر من جديد لمرمى الخيول البوركينابية في هذه المباراة الودية. أشرف حكيمي في منطقة الجزاء لكن سهل هذه المرة في يد الحارس كوفي كواكو.
لمنتخب بوركينا فاسو. بايلا سيريل للمدافع تابسوبا إدموند. تابسوبا إدموند فيصل لا تربط أي علاقة قرابة مع اللاعب الآخر تابسوبا عبد الفيصل، يلعبان معا بشكل رسمي في هذه المباراة. كرة وعمل كبير من سليم ملاح. يوسف نصيري التقدم بالكرة ولكن مساحة من الطرف الأيمن نحو عز الدين، وناحية عز الدين عنده أمين عدلي. أمين العدلي أمين حاول أنه يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء لكن تتحول بعيدا عن مرمى الحارس كوفي كواكو. كرة في تماس منتخب بوركينا فاسو. رشيد بن محمود ووليد رقراقي طاقم فني، رجلان يتحدثان نفس اللغة مع غريب أمزين، وهذا من نقاط قوة الفريق الوطني سواء في كأس العالم وفي تدبيرهم لقادم الاستحقاقات لمنتخب اسود. لا تصد امر مهم جدا. كره للمنتخب البوركينابي، تحول بالكره من الطرف الايسر لمنتخب بوركينا فاسو، الاعتماد على السرعه في التحول الهجومي من الجهه اليسرى. بايلا سيريل، بايلا ينتظر الدعم من توري ابراهيم. بلاتي يلعب كرته من الطرف الايمن لجيرا اداما، جيرا لايسو فوداي، وتداول الكره في خط الوسط لمنتخب بوركينا فاسو. بحث عن الحلول، غير الوجهه مره اخرى نحو بايلا سيريل. بايلا مع اشرف حكيمي والتدخل، والحكم يقول ان هناك خطا للمنتخب البوركينابي مع توجيه بطاقه لاشرف حكيمي. توجيه بطاقه صفراء لاشرف حكيمي في حدود الدقيقه 63 من هذه المباراه. جيريمي بينيار يتدخل مره اخرى للاعلان عن خطا لمنتخب بوركينا فاسو. إعادة لطريقة ترويض الكرة، وهنا التدخل من أشرف حكيمي والبطاقة الصفراء من طرف الحكم جيريمي بينيار. تتواصل هذه المباراة هنا في لونس. وليد رقراقي في طريقه لإجراء تغييرين، دخول إسماعيل الصباري وزكريا بوخلال معا في التشكيل خلال الدقائق المقبلة. منتخب بوركينا فاسو هوبر فيلوب يدفع بمحمد كوناتي رقم 13 مهاجم صريح، ويدخل ايضا سانغاري فابريس. غوستافو سانغاري فابريس بدوره يلتحق بالتشكيل. لاعب خط وسط نادي يو اس كيفيلي روان في البطولة الفرنسية. كرة تلعب لمنتخب بوركينا في منطقة الجزاء، والتدخل هذه الخطورة واضحة في الكرة الماضية، كانت لمسة يد الحكم يمنح لامتياز منتخب بوركينا، لكن يتم تنبيهه من طرف الحكم المساعد أنه كان هناك لمسة يد والاستعانة باليد في الكرة الماضية، وبالتالي ضربة خطأ للمنتخب الوطني. إسماعيل صيبري في طريقه للالتحاق بالفريق الوطني في هذه المباراة. صيباري بطل كأس افريقيا الاقل من 23 سنة. هناك خطأ في التمرير من ايفاغارد، لكن يتدارك ويبعد الخطر عن مرمى الفريق الوطني. تعود الكرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو. نصير المزراوي في التغطية لرومانسيس. الامر المستحب هو عدم استسهال قدرات المنتخب البوركينابي في هذه المباراه. كره من سليم ملاح. سليم الانطلاقه من اشرف حكيمي الانطلاقه من حكيمي، التوغل من حكيمي، امكانيه من الطرف الايمن اشرف حكيمي، لكن يتم مصادره طموحاته من طرف المهاجم والمدافع البوركينابي. تتحول من جديد لنايفاغارد. كرة للفريق الوطني سليم ملاح. سليم لنصير غير الوجه تماما للطرف الايسر للفريق الوطني. عبد الصمد الزنزوري في منطقة الجزاء نحو وناحي، لكن الكرة كانت واخدة طريقها نحو مين العدلي في الكرة الماضية، لكن الحكم يقول واصل اللعب، لا وجود للخطأ تماما في الكرة الماضية. من إعادة للتدخل من طرف المدافع جبري عبد الرزاق في الكرة الماضية. التدخل كان فيه شوية خشونة، وكان فيه ضرورة لإيقاف اللاعب في الكرة الماضية. تغييران للمدرب وليد رقراقي. يغادر سليم أملاح، يتم تعويضه
باللاعب إسماعيل السيباري. وخروج أمين العدلي وتعويضه بزكريا بوخلال. أمين العدلي قدم مباراة ممتازة جدا رفقة سليم ملاح. وليد الركراكي يبحث عن ثنائية أخرى من خلال إقامه لإسماعيل السيباري نجم المنتخب الأولمبي الأقل من 23 سنة، قاد الأولمبيين للفوز بكأس أفريقيا وتأهل الأولمبياد بقيادة عصام الشرعي. يبحث عن تقديم شهادة ميلاده في هذه المباراة رفقة المنتخب الأول هذه المرة. رومان سيس للذكرى، إسماعيل السيباري ليست هذه المباراة الأولى اللي يلعبها مع الفريق الوطني، سبق له أنه لعب أمام منتخب مدغشقر في مباراة ودية بمركز محمد السادس لكرة القدم. كرة من جديد جبري عبد الرزاق، تصل كرة في خط الوسط لجيرا أداما، تجده في كل مكان في الجولة الثانية. تابسوبا إدموند والتدخل من أشرف حكيمي نحو زكريا بوخلال. زكريا لاعب نادي تولوز، بداية موفقة في البطولة الفرنسية هذا الموسم. عز الدين وناحي يقاتل على كورته، لكن في النهاية تتحول لمنتخب بوركينا فاسو للحارس كوفي كواكو. كرة في تماس الفريق الوطني. إسماعيل السيباري مواليد تراسا في إسبانيا. الأزمة الاقتصادية دفعت عائلته عام 2007 للانتقال إلى بلجيكا. آنذاك انتقل لفيلبروك في عمالة أنفيرس، وكانت بدايته في مجال كرة القدم. أصبح لاعب ممتاز جدا في البطولة البلجيكية قبل الانتقال لنادي بيس فيندهوفن. إسماعيل رفض دعوة روبرتو مارتينيز وفضل اللعب للفريق الوطني في الفئة السنية، وهو اليوم ينال شرف اللعب للفريق الأول، بطل كأس هولندا وبطل أيضا مع عادل رمزي، فاز معاه بالبريمير ليج انترناشونال كاب. عادل مدرب الوداد الحالي كان مدرب الإسماعيل السيباري في الفريق الثاني لنادي بيس فيندهوفن. كرة تعود من جديد للمنتخب البوركينابي للحارس كوفي كواكو، يلعب كورته للطرف الأيمن نحو ناغالو أدامو. الفريق الوطني كرة من إسماعيل السيباري يلعبها بسرعة من الجهة اليسرى نحو عبد الصمد الزلزولي. الزلزولي إمكانية للتوغل من الطرف الأيسر وتدخل المنتخب البوركينابي. كرة من جديد لخيول بوركينا فاسو، لكن التغطية من أوناحي يمرر كورته لنايف أجارد. تعود من جديد أشرف حكيمي، أشرف زكريا بوخلال في انتظار الكرات التي قد تؤهل للوصول لمرمى بوركينا. أشرف حكيمي لإسماعيل السيباري، ممتاز، لغة الجسد تتكلم في اللغة الماضية من إسماعيل السيباري. واحد من المواهب التي تستحق منا الكثير من الاهتمام والدعم والرعاية، لأنه فعلا لاعب سيكون له شأن كبير في الفريق الوطني. إسماعيل السيباري، إسماعيل السيباري استلم الكرة من أشرف حكيمي، يغير الوجه تماما للطرف الأيمن. منادات على عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين كأمير ريتشاردسون ولاعب بوتشواري وعدد من لاعبي المنتخب الأولمبي. خنوس أصبح لاعبا للفريق الأول، شارك في كأس العالم، ضمان الاستمرارية في أفق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. هذا مشروع آخر نتمنى له كل النجاح والتوفيق. كرة من الجهة اليسرى للمنتخب البوركينابي، تعطل شوية في التمرير، كان فوضى تسلل المهاجم الذي دخل بديلا في الجولة الثانية محمد كوناتي. كرة لبوركينا فاسو عبر تابسوبا إدموند، تابسوبا لإيسوفو دايو، استلم الكرة من إيسوفو، تتحول من جديد نحو نغالو أدامو للاعب خط الوسط سالو درامان يحاول أن يلعب كورته للبديل. كرة للأمام للحارس ياسين بونو. سانغاري غوستافو فابريس يحاول أنه يفرض وجوده بعد دخوله في الجولة الثانية على بعد ما يقارب 19 دقيقة عن نهاية هذه المباراة الولية الودية أمام بوركينا فاسو. الفريق الوطني يبحث عن هدف آخر، عن هدف ثاني في الجولة الثانية من مباراة أمام منتخب بوركينا فاسو. رومان سيس، إسماعيل سيباري، استلم الكرة نايف أجارد، تصل الكرة لعز الدين وناحي وسط 3 لاعبين بوركينابيين، ينجح في إيصال الكرة لأشرف حكيمي، لكن كرة ضاعت. تتحول من جديد للمنتخب البوركينابي. أشرف حكيمي يحاول أنه يوقف خطورة المنتخب البوركينابي، ينجح في ذلك في المرة الأولى، لكن عادت من جديد لسانغاري غوستافو. سانغاري
غوستافو يلعب كرة من الطرف الأيمن لاعب نادي روان، استلام الكرة من جانبنا للمنتخب البوركينابي الفريق الوطني عبر يحيى عطية الله في محاولة لإيقاف هذا المد الهجومي للمنتخب البوركينابي. منتخب بوركينا في الجولة الثانية هجوميا أفضل، يخرج للبحث عن هدف التعادل، يحاول أنه يوظف ما يتوفر عليه من إمكانيات في الخط الهجومي للوصول لمرمى الفريق الوطني. كرة تضيع من تبسوبة أبدول، ضربة زاوية للمنتخب البوركينابي، تلعب في منطقة الجزاء والتدخل في المرة الأولى، محاولة عكس نجمة عبد الصمد الزنزوري، عنده انطلاقة من زكريا بوخلال. زكريا بوخلال لوحده من الطرف الأيمن، لم يتسرع في الكرة. عبد الصمد الزنزوري غير الوجه تماما للطرف الأيمن لأشرف حكيمي نحو نايف جارد. وليد اليوم مقتنع بهذه الثنائية في خط الدفاع، يفسح المجال أمام يونس عبد الحميد لكي يتواجد في تشكيل الفريق الوطني. اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 سنة، واحد من أجود لاعبي البطولة الفرنسية، رفقة جواد اليميق ورفقة لاعبين آخرين محور خط دفاع الفريق الوطني. لا يقلق وليد ركراكي. عز الدين وناحي يلعب كرة للأمام نحو زكريا بوخلال في منطقة الجزاء نحو نصيري، وتدخل دفاع المنتخب البوركينابي لحارس مرماهم كوفي كواكو. زكريا بوخلال في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع منتخب بوركينا. الكرة لم تتجاوز خط المرمى، تعود من جديد نحو أدامو لمنتخب بوركينا فاسو. يحيى عطية الله في محاولة لاستخلاص هذه الكرة أمام لاعب البوركينا باستخلاص الكرة من دون خطأ، محاولة التعامل مع عادي لجمة. عز الدين وناحي لنصير المزراوي، عنده اسماعيل الصباري، كرة لنصير المزراوي، يتعرض للخشونة مرة أخرى، أكثر اللاعبين تعرضا لتدخلات منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة هو نصير المزراوي، لأنه عنده القدرة على التحكم في إيقاع هجمات الفريق الوطني. لما يرفع من الإيقاع الحلول تكون أبرز للفريق الوطني وأكثر للفريق الوطني، كما تابعنا في كرة الهدف الجولة الأولى. نصير المزراوي عارفين قيمته، بالتالي ما مخلينش يتحرك بحرية أكبر سواء في الأولى وفي الثانية. كرة لرومانسيس يعيدها لنايف جارد، تصل للدائرة الأيمن أشرف حكيمي نحو نايف جارد من جديد لرومانسيس. رومان من الطرف الأيمن عنده اسماعيل الصباري، اسماعيل بالمهارة، اسماعيل هذا الزخم المهاري الكبير لهذا الفتى، يلعب كرة لزنزولي من الجهة اليسرى نحو الصباري. ممتاز لأوناحي، صباري وناحي يحاول انه يتخلص من الرقابة لزكريا بوخلال، ممتاز جدا زكريا في الكرة الماضية، احسن الاختيار، قرار في محله في زمانه في مكانه، سدد لكن تدخل الحارس كوفي كواكو. ممتاز الصباري، شوف لما هز راسه شاف زكريا لوحده، لعب الأناحي ومن بعد لبوخلال الذي أحسن اتخاذ القرار الذي يتناسب وقيمة هذه الهجمة، لكن تدخل ممتاز للحارس كوفي كواكو. ضربة زاوية للفريق الوطني، كرة ثابتة أخرى للفريق الوطني. صعود بوخلال، تلعب كرة للفريق الوطني نحو بوخلال في منطقة الجزاء. الصباري كان بإمكانه أنه يتعامل مع هذه الكرة بوضع أفضل. إسماعيل في الكرة الماضية، كرة لإسماعيل الصباري، تدخل من دفاع منتخب بوركينا فاسو نحو يوسف نصيري جاله الدعم من زنزولي. يوسف نصيري ما زال الكرة مغربية، يوصلها للطرف الأيمن زكريا بوخلال، ينتظر السند من أي لاعب لديه الحرية، حرية التحول بالكرة للأمام. وعز الدين أناحي لنصير المزراوي غير الوجه للطرف الأيمن، هناك إمكانية للعب العرضي من يحيى عطية الله في منطقة الجزاء، لكن أمام طول قامة لاعبي منتخب بوركينا فاسو ربما التمريرات العرضية لا تجدي نفعا. كرة لعبد الصمد الزنزولي، التوغل في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المنتخب البوركينابي. مدينة لانس تعيش أجواء كالتي تعيشها أسبوعيا في مباريات نادي راسين كلوب دو لانس الذي يلعب له اليوم نائل عيناوي
نجلي أسطورة كرة المضرب المغربية يونس العيناوي، لاعب الذي سار وجال في الملاعب الصلبة والملاعب الترابية لسنوات كبيرة رفقة هشام أرازي وكريم العالمي. يونس العيناوي اليوم ابنه نائل هو لاعب للفريق الوطني الأقل من 23 سنة وتابعنا أمام البرازيل، ويلعب لنادي راسينغ كلوب دو لانس هنا في مدينة لانس. ضربة زاوية للفريق الوطني تلعب من الطرف الأيسر، إمكانية زنزوري في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع بوركينا. إسماعيل سيباري بمنتهى الهدوء يلعبها مجددا لأشرف حكيمي. أشرف لعز الدين أناحي، أشرف عز الدين، هذه الثنائية تجانس كبير بين اللاعبين. كرة لأشرف حكيمي، أشرف حكيمي يلعبها في منطقة الجزاء، لكن قراءة ممتازة لدفاع منتخب بوركينا فاسو. تعود من يحيى عطية الله يلعبها من الطرف الايسر عبد الصمد الزنزولي في منطقة الجزاء للفريق الوطني. تتحول من جديد أناحي 1-2. أبو خلال عبد الصمد الزنزولي تلعب كرة للأمام لسيباري، سيباري سدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس كوفي كواكو. تظهر الحلول في دفاع الفريق الوطني ودفاع المنتخب البوركينابي فيما تبقى من دقائق هذه المباراة، ما يقارب 12 دقيقة عن نهاية المباراة الودية بين المغرب وبوركينا فاسو. تغييران آخران للمدرب وليد، يستعد لإلحاق كل من بلال الخنوس وأمين حريت بالتشكيل الذي سيلعب الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. محاولة فسح المجال أمام عدد من اللاعبين لكسب الثقة، وبالخصوص أمين حارث الذي غيبته الإصابة لمدة طويلة. رافق الفريق الوطني في آخر مبارياته في كأس العالم بقرار من وليد الركراكي لأنه كان حاضر في التشكيل الرسمي قبل أن يصاب على بعد أيام قليلة من انطلاق كأس العالم. أمين حارث عاد مجددا لأولمبيك مارسيليا وهو يعود للفريق الوطني، يعتمد عليه وليد كعنصر من العناصر التي يكيل لها الكثير من الاحترام. واثق في قدراته وامكانيات هذه الكره لمنتخب بوركينا فاسو من الطرف الايسر، امكانيه للتوغل والتدخل من زكريا بوخلال. ممتاز زكريا على شرف حكيمي نحو زكريا بوخلال يلعبها لعز الدين أناحي، عز الدين أناحي لنصير مزراوي. ممتاز نصير المزراوي، نصير محاصر بثلاث لاعبين. تتحول كرة من جديد لمنتخب بوركينا فاسو، كرة أمامية نحو كوناتي المهاجم، كوناتي في منطقة جزاء الفريق الوطني. كوناتي يسددها لكن في الشباك الخارجية لمرمى الحارس ياسين بونو. محمد كوناتي. وليد يجري تغييرات تباعا في مباراة هذه الليلة، دخول مجموعة من اللاعبين الأولمبيين. يتبقى في بنك البدلاء كل من بنيامين بوشواري لاعب نادي سانت تيان الذي غادر سانت تيان قبل أيام، وأمير ريتشاردسون أمين حريت يعود أمام تفاعل كبير من طرف الجماهير الحاضرة هنا في استاد بولا، ودخول أيضا لبلال الخنوس مكان عبد الصمد الزنزولي. يحيى عطية الله يغادر مع عبد الصمد الزنزولي، ودخول لكل من بلال الخنوس وأمين حريت. أداء أفضل للفريق الوطني كل مرة رافق المباريات التي أجريت مع نهاية الموسم، مع توقف عدد كبير من الدوريات والضغط الكبير لعدد من المباريات الرسمية والودية. هذه كرة لمنتخب بوركينا فاسو في منطقة الجزاء، كانت كرة صعبة وتدارك الموقف من طرف نصير المزراوي. يستعيد الثقة في الكرة الماضية. أداء اليوم أفضل من المباريات السابقة أمام منتخب جنوب افريقيا، بالخصوص الفريق الوطني استعاد عافيته. اللاعبين في قمة جاهزيتهم مع انطلاق الموسم، كلهم يلعبوا في أنديتهم في البطولات الأوروبية والمحلية، وهذا معطى مهم جدا للإعداد الفريق الوطني كأس افريقيا. كرة من الطرف الأيسر لمنتخب أسود الأطلس في خط الوسط عز الدين، تبادل الكرة مع أشرف حكيمي، تتحول من جديد للجهة اليسرى للفريق الوطني.
عز الدين أناحي. إسماعيل الصيباري لكن أقرب لحارس المرمى كوافي كواكو. نقترب كثيرا من نهاية المباراة. بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو، والنتيجة كما أمام حضراتكم تفوق الفريق الوطني بهدف مقابل لا شيء. تغييرات أخرى، دخول أيوب الكعبي وأمير ريتشاردسون معا في طريق للالتحاق بالتشكيل في آخر دقائق هذه المباراة أمام منتخب بوركينا فاسو. وضع أفضل في الجولة الثانية للفريق البوركينابي، كان خصما صعبا في الجولة الثانية. هذه النوعية من المباريات ستخدم كثيرا الفريق الوطني. إسماعيل صيباري، ممتاز إسماعيل، استلام الكرة لشرف حكيمي، التحول سريعا من الطرف الايسر بلال الخنوسي. اسماعيل الصيباري، الثنائيه الاولمبيه من الطرف الايسر، ضمان الاستمراريه من خلال منتخب اولمبي قوي. هذا الشيء الذي يراهن عليه كثيرا وليد الركراكي في المباريات التي سيلعبها قبل كاس افريقيا ومن بعد كاس افريقيا. سيتحول الاهتمام نحو المنتخب الاولمبي ومشروع دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. كره من الطرف الايسر، اسماعيل الصيباري، تصل الكرة من جديد لروان سيس. اسماعيل صيباري محاولة لاسترجاع هذه الكرة اللي ضاعت منه، الضغط على لاعبي منتخب بوركينا فاسو، لكنها تعود لمقالو ادامو، للمدافع الاوسط ايسوفو دايو. كرة بوركينابية، ايسوفو دايو يتراجع ايقاع المباراة في الثلث ساعة الاخير منها. منتخب بوركينا يحاول أن يصل للمرمى، كرة للأمام نحو كوناتي يحاول أن يتوغل في منطقة الجزاء، لكن تعامل ممتاز من طرف ثنائية رومان سيس ونايف أجارد في الكرة الماضية لإبعاد الكرة على شوف الانطلاقة في ظهر مدافعي الفريق الوطني. ما كانش تطبيق لوضع التسلل بشكل أفضل في الكرة الماضية، وبالتالي كان بإمكان منتخب بوركينا أن يزعج كثيرا ياسين بونو الذي لم يختبر بشكل كبير في هذه المباراة. ضربة زاوية للمنتخب البوركينابي، صعود تابسوبا ونقالو ومعاهم درامان والبقية في منطقة جزاء الفريق الوطني. كرة تلعب والتدخل من يوسف نصيري في دور المدافع، يبعد هذه الكرة في التماس لمصلحة المنتخب البوركينابي. مهاجم نادي اولمبياكوس اليوناني ايوب الكعبي في طريقه للالتحاق بالتشكيل مكان يوسف نصيري. هذا تغيير المدرب وليد الركراكي، محاولة تجريب أكبر عدد من المهاجمين في هذه المباراة. اليوم أمين العدلي لعب مباراة اليوم كمهاجم كجناح، سيتم توظيفه في مباريات أخرى كمهاجم صريح وكمهاجم ثاني للبحث عن من تتوفر فيهم كل الإمكانيات لتشكيل فريق وطني مكتمل الصفوف في نهاية كأس أفريقيا في الكوت ديفوار. فسح المجال أمام إجراء تغييرين. يسالف اللاعب أشرف نحو رومان سيس، كرة للأمام يوسف نصيري، والتغطية من دفاع منتخب بوركينا فاسو. دور كبير لسليم أملاح في خط وسط الفريق الوطني، دور كبير لسليم أملاح مع عز الدين أناحي في أدوار دفاعية. وليد عنده رؤية يحاول أنه يطبقها في المباراة اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو. نسخة عز الدين أناحي اللي شفناها في الجولة الأولى ليست هي نسخة عز الدين أناحي بعد خروج سليم أملاح. كرة في التماس، دخول أيوب الكعبي، يغادر عز الدين أناحي الذي قدم مباراة كبيرة اليوم، ويعوض بأمير ريتشاردسون. تفاعل كبير مع أناحي، الجماهير المغربية راضية كل الرضا على ما قدمه خلال هذه المباراة. يغادر أيضا يوسف نصيري، حضوره لا يناقش في الخط الأمامي للفريق الوطني، يترك مكانه لأيوب الكعبي المجتهد، ولكل مجتهد نصيب. يعود لخط هجوم الفريق الوطني بعد غياب امتد لشهور كثيرة، ويعود بعد تألقه مع بداية الدوري اليوناني مع نادي اولمبياكوس. أمير ريتشاردسون خط وسط أولمبي
الخنوس السيباري وأمير ريتشاردسون ابن مايكل راي ريتشاردسون نجم الام بي السابق، أفضل مبرر في الام بي عام 1980 إن لم أكن مخطئا مع نيويورك نيكس، ومن مواليد مدينة نيس ومبدع كثيرا مع نادي لوهاف. كرة لبلال الخنوس، التغطية من المدافع يوسف ضيو، تتحول سريعا للمنتخب البوركينابي. استخلاص الكرة من بلال الخنوس، بلال في دور القائد في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. تتحول الكرة من جديد للفريق الوطني. إسماعيل السيباري، إسماعيل السيباري تحول سريعا بالكرة نحو أشرف حكيمي، حكيمي للأمام للمنتخب الوطني، والخطأ الحكم ما شافوش، الحكم ما شافوش، ما انتبه ليش تماما. تعود الكرة للمنتخب البوركينابي، كرة نحو كوناتي، تغطي من رومان سيس، محاولة تضييق الخناق على المنتخب البوركينابي، والحكم يقول أن هناك خطأ في الكرة الماضية للفريق الوطني. كوناتي يحاول أن يكون مزعج بعد دخوله في الدقيقة الأخيرة من الجولة الثانية، لكن أمام رومان سيس نظن أن الوضع معقد كثيرا. اوبر فيلود هل سينساق وراء خسارة بطبع ودي امام الفريق الوطني. اسماعيل السيباري لاعب نادي بي اس في ايندهوفن يلعب كورته لامين حريت في منطقة الجزاء، والتدخل من الحارس كوفي كواكو. كرة للامام، متابعة من نصير المزراوي، نصير من الجهة اليمنى، نصير مزراوي. لو كانت لديه الإمكانية لاختيار أفضل لاعب في مباراة هذا اليوم سيكون هناك اختيار من دون نقاش لنصير المزراوي. نصير المزراوي دفاعيا هجوميا سخاء بدني، فكر كبير، كقدرة على الإبداع في خط الوسط، كان لاعب استثنائي في مباراة هذا الليلة مع كل لاعبي الفريق الوطني. نتمنى لهم كل توفيق ورفقة أنديتهم لكي يعودوا في قمة الجايزية في التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر. كرة للمنتخب الوطني من الطرف الأيسر، إمكانية التوغل في منطقة الجزاء، والكرة ضربة زاوية للفريق الوطني. كان يحاول استخلاص الحارس كوفي. كرة من جديد للفريق الوطني من الطرف الايسر، تلعب من بلال الخنوس، بلال نحو امين حارت، امين حارت لبلال، بلال يعيدها من جديد لاشرف حكيمي، حكيمي في منطقه الجزاء، لكن التغطيه من دفاع المنتخب البوركينابي امير ريتشاردسون، امير ريتشاردسون امير نادي لو هافر في البطوله الفرنسيه. تتحول كره من جديد للفريق الوطني من الطرف الايسر، امير ريتشاردسون لاعب ارتكاز ممتاز جدا. كره نحو اسماعيل سيباري يلعبها من الطرف الايسر، تحول بالكره من الجهه اليسرى لامين حريت، اختبار اخر لهجوم الفريق الوطني نحو امين حريت، خطا واضح والحكم على مرأى ونسمع من حكم هذه المباراة الحكم الفرنسي جيريمي بينار الذي يعلن عن ضربة خطأ للفريق الوطني. إمكانية في الدقيقة الأخيرة من الوقت القانوني لتسجيل ثاني أهداف أسود الأطلس لكي يسمع زئير الأسد للمرة الثانية هنا في ملعب بولاغ في مدينة لونس الفرنسية في هذا الاختبار الودي الذي كان مفيدا في هذه الليلة التضامنية بامتياز للجماهير المغربية. ضربة خطأ للفريق الوطني، 3 دقائق من الوقت البدل الضائع، إمكانية للوصول لمرمى الحارس كوفي. أشرف حكيمي يركز، يبحث عن وضع الكرة في المكان الذي يقود الفريق الوطني للتسجيل الثاني في المباراة، وتدخل كوفي. كرة كانت خطيرة جدا على مرمى المنتخب البوركينابي. كرة في التماس نايف أجارد، ومن أبعدها تتحول في التماس المنتخب البوركينابي. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع أيها السيدات والسادة هنا في مدينة لونس في المباراة الودية في بداية تحضيرات الفريق الوطني لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم. الفريق الوطني اليوم سدد 6 تسديدات مؤثرة تجاه مرمى الحارس كوفي مقابل 0 تسديدة للمنتخب البوركينابي. أنا يظهر شيء مهم جدا أن الفريق الوطني كان في وضع أفضل هجوميا في هذه المباراة. كرة تتحول
المنتخب البوركينابي. ريتشاردسون بعد انتقاله لنادي رينس نتمنى له كل التوفيق، لأنه مشروع لاعب مفيد كثيرا للفريق الوطني. أمير ريتشاردسون مجموعة من الوجوه التي انتقلت، وهذا معطى مهم لازم الإشارة إليه. ما تحدثنا بخصوصه حول عبد الصمد الزنزولي الذي انتقل حديثا لنادي ريال بيتيز، أو سليم أملاح الذي انتقل حديثا لنادي فالنسيا، أو حتى أمير ريتشاردسون الذي انتقل لاعب الهافر السابق الذي انتقل لاستاد رينس. هذو كلهم لاعبين لو خذوا وقت أكبر رفقة أنديتهم الفريق الوطني سيستفيد كثيرا من قيمة مضافة ستؤثر إيجابا على طريقة توظيفهم من طرف وليد في المباريات المقبلة. أخطاء مهمة في المباريات الودية لأنه سيتم الاستفادة منها، وجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ، وكل متمنياتنا للفريق الوطني أن يستفيد من أي خطأ في المباريات المقبلة، المباريات المهمة جدا، تصفيات كأس العالم التي ستقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بحضور أقوى للمنتخبات الإفريقية، أو في كأس إفريقيا التي ستقام قرعتها خلال الأيام القليلة المقبلة. كرة من رومان سيس، كرة للأمام نحو من حارة أمين، تتحول من جديد للمنتخب البوركينابي. كوناتي وإيقاف اللعب والخطأ وتوجيه بطاقتين لمحور خط دفاع المنتخب البوركينابي ناغالو أدامو وإيسوفو دايو من طرف جيريمي بينا. لا شيء يدعو للتوتر في آخر دقائق هذه المباراة. انتصار بطابع ودي في الطريق للفريق الوطني سيكون له تأثير واضح على ترتيبنا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد خسارة بعض النقاط. الفريق الوطني يعود لكي يظهر من جديد في مبارياته منتخب أكثر استقرارا. العمل سيتواصل، صفحة المونديال طويت، والفريق الوطني يستشرف القادم من التحديات في هدوء بعيدا عن أي ضغط نفسي. المنتخبات الكبيرة ذهنيا تكون قوية جدا، وهذا شأن الفريق الوطني. كرة لأمير ريتشاردسون، لاعب برنس ضاعت منه الكرة، تعود من جديد للمنتخب البوركينابي. كرة للأمام والمتابعة من ايفاغارد والحارس ياسين بونو. الحكم الفرنسي في طريقه للإعلان عن نهاية هذه المباراة. هنيئا للفريق الوطني الذي فاز في هذه المباراة الودية أمام منتخب بوركينا فاسو، أمام الجماهير المغربية الراقية، الجماهير الجميلة، الجماهير التي قدمت وجوه من التضامن والإنسانية التي تجسدت في أسمى معانيها في هذه الليلة هنا في مدينة لونس في فرنسا. هنيئا للفريق الوطني، حظ أوفر لمنتخب بوركينا فاسو. أنا سفيان رشيد يحييكم على أمل لقائكم في مواعيد مقبلة. دمتم في رعاية الله.